بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الغاليين، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في سلسلة فيديوهات عمليات الدهان والجلفنة لأسطح الستيل ستراكشر. وفيديو اليوم هنتكلم فيه على مسميين مهمين جدا جدا في عالم دهان الستيل ستراكشر، ومش بس كمان في الستيل ستراكشر، لا ده كمان في عالم دهان أعمال البايبنج وأي أعمال فولاذية أخرى. واول مسمى هيقابلنا وهو الدراي فيلم ثيكنس او الدي اف دي او سمك الدهان بعد عمليه الجفاف او بعد عمليه تصلب الدهان بالكامل. والقيمه دي هي القيمه الفعليه اللي بتنطلب من العميل سواء في وثيقه التعاقد اللي هي الكونتراكت دوكيمنت او كمان في مواصفه المشروع اللي بنقول عليها البروجكت سبيسيفيكيشن. من الحاجات المهمة اللي لازم نعرفها عن أهمية ال DFT أو الدراي فيلم سيكنس، ودي تعتبر الأهم لدى مهندسين الإنتاج ومهندسين الجودة كمان، وهي معرفة وحساب معدلات الاستهلاك للبويات. وهي دي بقى كلمة السر في عمليات الكوست استيميشن لصناعة المنشآت الفولاذية، وهي زي ما قلنا إن إزاي أعرف معدلات الاستهلاك اللي عندي أو السبريدنج ريد، وده اللي هنشوفه إن شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. المسمى الثاني اللي هيقابلنا وهو لا يقل أهمية عن ال DFT وهو الويت فيلم سيكنس أو ال WFT أو سمك الدهان أثناء عملية رش البوية أو بمجرد إن هو ينزل على سطح الستيل. وبنقول على ال WFT ده أو الويت فيلم سيكنس بنقول عليه سمك اللحام اللي هو الطري. طب ايه هي الفايدة اللي هتخليني اعرف ال WFT او الويت فيلم سيكنس طالما انا عندي الدراي فيلم سيكنس؟ قال لك العلاقة ما بينهم مهمة جدا جدا وجزء لا يتجزأ عن بعضهما البعض، ونقدر نقول العلاقة ما بينهم كده زي البيضة والفرخة. طيب بمعنى ايه الكلام ده؟ قال لك بمعنى ان انا لو عايز سمك دهان نهائي دراي فيلم سيكنس يكون قد كده، طبعا زي ما مواصفة المشروع طالبة، فما ينفعش اسيب الراجل البنتر او الابليكيتور يدهن وياخد راحته في الدهان. لازم اعمل عليه كنترول عشان اتحكم في سمك الدهان بتاعي اللي هو سمك الدهان على الطري، او اتحكم في سمك الدهان اللي هو ال WFT، لان لو سبته هايص كده مع نفسه هياخد لي معدلات استهلاك عالية جدا. طيب هعمل ايه عشان اعمل عليه كنترول؟ قال لك هل معنى كده ان انا هشيك وهقيس وراه؟ قال لك لازم تشيك وتقيس ال WFT او سمك الدهان على الطري. طيب هشيك عليه ازاي؟ قال لك والله في عندنا شابلونة قياس سمك الدهان على الطري اللي هي ال WFT، ودايما شركات انتاج الدهانات زي يوتن وسيجما بيوفروا الشابلونة دي عشان يشيكوا على ال WFT، وده اللي هنعرفه ان شاء الله في بوست منفصل ان شاء الله. اذا بمجرد انا كمهندس انتاج او مهندس جودة او فني جودة او فني انتاج، طالما انا موجود وعامل كنترول على سمك الدهان بتاعي، يبقى انا كده متأكد تماما ان سمك الدهان على الناشف اللي هو الدراي فيلم سيكنس واللي محدد في الكونتراكت دوكيمنت والبروجكت سبيسيفيكيشن متأكد تماما ان هو هيبقى مظبوط طبقا زي ما قلنا لمواصفة المشروع. يعني لا هيبقى زايد ويخسرني بوية، ولا هيبقى ناقص ويأثر لي على جودة السطح. طب انا دلوقتي عارف قيمة ال DFT ودي موجودة في مواصفة المشروع. طيب السؤال هنا، هجيب قيمة ال WFT دي منين؟ وده بقى الاهم في فيديو اليوم. قالك في علاقة بتربط سمك الدهان على الطري ال WFT مع سمك الدهان على الناشف ال DFT، والعلاقة دي بتبقى من خلال حاجة اسمها او حاجة مهمة اسمها السوليد باي فوليوم. والعلاقة دي هتبقى كالتالي: دراي فيلم سيكنس DFT بتساوي الويت فيلم سيكنس WFT مضروبة في السوليد باي فوليوم. سيبك بقى من العلاقة اللي اتكلمنا عليها دي وخلينا نشوف ايه هي قصة السوليد باي فوليوم باختصار، لان ده ان شاء الله هنستعرضها بالتفصيل في الفيديوهات القادمة. من المعروف عندنا من مكونات الدهان بيبقى عبارة عن 4 عناصر أو 4 مكونات رئيسية. المكون الأولاني وهو البيجمنتس أو الأصباغ، ودي اللي بتعطي اللون المطلوب لصبغة الدهان، ودي بقى اللي بتخليني أو بتخلي السطح اللي هو القديم بيختفي. تمام؟
طيب المكون الثاني، قال لك المكون الثاني وهو البندر او المواد الرابطه. والبندر او المواد الرابطه دي بتستخدم لربط حبيبات المواد الملونه ببعضها البعض، وبتخليها تلزقها بالسطح المدهون. ثالث مكون معانا وهو الاديتيف او الاضافات، ودي بتستخدم بكميات قليله عشان تحسن من خواص او اضافه خاصيه جديده لطبقه الدهان. تعالوا بقى ندخل على المكون الرابع، وده المهم في النقطة اللي بنتكلم فيها، وهو السولفنت أو المذيبات. ودي بتمثل القيمة الأكبر من نسبة مكونات عناصر الدهان، وبتوصل أحيانا إلى 60%. ومجرد البدء في رش أسطح الستيل ومجرد البدء في عملية جفاف الدهان، نسب السولفنت اللي موجودة دي بتبدأ إنها تتطاير، وبتتطاير في الهواء، واللي بيتبقى فقط هو المواد الرابطة اللي هي البندر او البيجمنت او الاصبغ، وكمان اللي هي الاديتيف او الاضافات. ومجموع الثلاثة دول مع بعض، او مجموع الثلاث مكونات دول مع بعض، سواء البيجمنت او البندر او الاديتيف، بيمثلهم او بنقول عليهم اللي هو السوليد باي فوليوم. وده بيكون نسبة، وكل نوع دهان بيبقى ليه نسبة السوليد باي فوليوم زي ما هو واضح قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة. ده طبعا داتا شيت لنوع دهان معين من شركة سيجما، وفيه كل البيانات الخاصة بمكونات النوع ده، ومن ضمنهم هو السوليد فوليوم اللي نسبته بتمثل 56%. معلش هي الصورة الرئيسية مش واضحة قوي، بس انا اخدت منها اللي يهمنا وكبرته وحطيته تحت في اسفل الشاشة. يبقى كده الخلاصة ان كل نوع دهان بيبقى ليه نسبة سوليد فوليوم معينة. لو جينا رجعنا للمعادلة اللي بتربط ما بين ال WFT والدراي FT، هنلاقي ان الدراي FT بتساوي ال WFT في السوليد باي فوليوم. تعالوا بقى ناخد مثال حي عشان نثبت المعلومات اللي احنا قلناها. لو جينا شفنا المثال اللي قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة بالوحدات اللي هي الانجليش، بيقول لك الكوتنج سبيسيفيكيشن او مواصفات الدهان، بتقول لك المفروض يكون عندي دراي فيلم سيكنس بيتراوح من 4 الى 6 مل، وعرفنا ان المل هو بيساوي 25.4 مايكرون. بيقول لك وكمان عندي الكوتنج او نوع الدهان بيبقى فيه سوليد باي فوليوم بنسبة 30%. بيقول لك وات رينج اوف ويت فيلم سيكنس will probably dry down to the desired range of dry film thickness، او بمعنى اصح بيقول لك ايه هو سمك الدهان اللي هو على الطري، اللي هو الويت فيلم سيكنس اللي المفروض اشيك عليه عشان يطلع لي دراي فيلم سيكنس بيتراوح من 4 ل 6. اول حاجه هبص عليها العلاقه اللي احنا عرفناها، واللي بتقول لك ان الويت فيلم سيكنس بتساوي الدراي فيلم سيكنس على السوليد باي فوليوم. عندنا الدراي فيلم سيكنس القيمه اللي هي المينيمم سبيسيفايد سيكنس اللي كنا اتكلمنا عليها في الفيديوهات اللي فاتت، بتقول لك 4، يبقى 4 على 3 من 10 يبقى بتساوي 13.3 مل، او تقريبا 14 مل. ولو جينا خدنا الماكسيمم سبيسيفايد سيكنس بتاعنا اللي هو ال6 عشان نجيب الويت فيلم سيكنس، هنلاقي ان الويت فيلم سيكنس بتساوي 6 على 3 من 10 يبقى بتساوي 20 مل، او تقريبا بتساوي 20 مل برضو. طيب يبقى دي الويت فيلم سيكنس او الرينج بتاعه اللي هيديني دراي فيلم سيكنس بيتراوح من 4 ل 6. طيب انا لو عندي الشركه المصنعه بتقول لك والله ان الدهان او البويه دي لازم يتخفف باستخدام التنر، يا ترى برضه هستخدم نفس العلاقه؟ قال لك لا طبعا. طب ليه؟ قال لك عشان التنر اللي انا هستخدمه هيزود الحجم الكلي ولكن بدون زياده نسبه الاماونت اوف سوليد. طيب هستخدمه ليه؟ قال لك الفكره بس ان انا هستخدمه عشان اسهل من لزوجه الدهان اثناء عمليه الرش. طب ايه العلاقه بقى اللي هنستخدمها
بقى بعد اضافه التنر عندي لعمليه الدهان؟ قال لك والله العلاقه هتبقى ال WFT بتساوي ال DFT مضروبه في 1 زائد الثينر باي فوليوم كنسبه مئويه، وبنختصرها بالتي بي في مقسومه على السوليد باي فوليوم. طب قيمه الثينر باي فوليوم او التي بي في دي هجيبها منين؟ قال لك بتجيبها برضو من الداتا شيت بتاعه الدهان، وكمان من الداتا شيت بتاعه التنر، واللي بيشترط عليك نسبه تخفيف معينه. على سبيل المثال بيقول لك لازم تضيف نص لتر من المذيب او من التنر على كل 5 لتر دهان، على كل 5 لتر دهان هتستخدمهم، وده ريكومنديشن بيبقى موجود في الداتا شيت زي ما قلنا. يبقى لازم الاول احسب الثينر باي فوليوم او التي بي في، وبحسبها ان انا باخد النص بقسمه على الخمسة بيديني 2.5%. 2.5% بجمعه على 1 وبضربه في الدي اف تي وبقسمه بعد كده على السوليد باي فوليوم يدينا ال دبليو اف تي او الويت فيلم سيكنس او سمك الدهان على الطري اثناء عملية الدهان. لو جينا اخدنا مثال اللي هو واضح قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه، اللي هو بعد اضافه التنر، هنلاقي المثال بيقول لك الكوتنج سبيسيفيكيشن بتوضح ان الدي اف تي لازم يكون واخد رينج من 75 ل 100 مايكرون، وده اتفقنا ان ال 75 ل 100 ده المينيمم سبيسيفايد كوتنج ثيكنس، وال 100 ده اللي هو الماكسيمم سبيسيفايد كوتنج ثيكنس، بس الثيكنس ده للدراي فيلم ثيكنس. تمام. وعندي الكوتنج عنده سوليد فوليوم بنسبة 35%، والكوتنج ده هينضاف عليه نسبة تنر بنسبة اللي هو التنر 5/10. تمام كده، هينضاف 5/10 لتر من التنر على كل 5 لتر من اللي هو الكوتنج او الدهان اللي عندي. هو عايز ايه بقى؟ بيقول لك وات اف تي رينج ويل ريزلت ان دي اف تي وذين سبيسيفيكيشن، يعني هو عايز يحسب اللي هو الويت فيلم سيكنس اللي هيحقق دراي فيلم سيكنس مينيمم 75 وماكسيمم 100 مايكرون. اول حاجه نحسبها، هنحسب اللي هي نسبه التي بي في اللي هي الثينر باي فوليوم، هناخد ال 5/10 ونقسمها على ال5 يدينا 2% اللي هي التي بي في، وبعد كده هضيف عليها 1 واضربها في المينيمم سبيسيفايد كوتنج سيكنس اللي هو الدي اف تي اللي هو 75. يبقى 75 في 1 من 100 على 35 من 100 يديني 236 مايكرون. وبعد كده هحسب ال WFT اللي هو الماكسيمم، اللي هو هاخد ال DFT اللي هو الماكسيمم سبيسيفايد كوتنج سيستم اللي هو الدراي فيلم سيكنس اللي هو ال 100 واضربه في 100 واقسمه على 35 من 100 يديني اللي هو 314 مايكرون. اذا لو انا عايز اعمل كوتنج سيكنس، دراي فيلم سيكنس عايزه يكون من 75 الى 100 مايكرون، يبقى انا لازم اعمل WFT. تمام. الرينج بتاعه يتراوح من 236 الى 314 مايكرون، وده طبعا بعد اضافة قصة التنر اللي اتكلمنا عليها. كده يبقى احنا عرفنا ايه هو الدراي فيلم سيكنس والويت فيلم سيكنس وايه هي العلاقة ما بينهم والعامل المشترك اللي بيربطهم وهو السوليد باي فوليوم. وكمان بقى مع نهاية فيديو اليوم ده هيبقى هو البداية للفيديو القادم ان شاء الله، واللي هنشرح فيه السبريدنج ريت او الكفرج او كيفية حساب معدلات الاستهلاك للبوية اللي هستخدمه في حساب الكوست استيميشن لعملية الدهان. شكرا، سلام عليكم.